حبايب قلبي عملنا أجمل وأحلى بيتزا تاكلوها بمكونات سهلة جدا وبسيطة زي ما انتوا شايفين كده. ممكن عاوزة تغيري وتاخديها معاكي في رحلة أو في خروجة حلوة أو في فسحة، بتعمليها بطريقة بسيطة جدا وجميلة جدا بكل مكونات موجودة في كل بيت. وكمان لو عاوزة تغيري من مود الأكل والطبخ كل يوم واللحوم والأسماك وتغيري، تعالي بينا نقول المكونات ونحضر التحضيرات. ويلا بينا نسمي الرحمن ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي متابعيني في كل مكان، أنا دي قناتي يوميات سالي شانل وأنا سالي. عاوزة أقول لكم في اللي بحبكم تعالوا بينا يلا نقول مكوناتنا البيتزا اللي هنعملها معانا، وتحضروا معايا وحطوا اللايك. معانا أهم حاجة في كل المكونات بتاعنا، طبعا كلها مهمة جدا، بس أهم حاجة المكون الرئيسي هو بيبقى الدقيق طبعًا. وكلنا عارفين البيتزا ما لازمًا يكون دقيق، مكوناتنا دقيق ومعانا زيتون ومعانا شرايح من البصل ومعانا شرايح من الطماطم ومعانا شرايح من الفلفل ومعانا مكعبات من الدجاج لأن هنعمل بيتزا بالدجاج، ومعانا جبن ميكس زي ما انتم شايفين كده، ومعانا زبادي، ومعانا نص كوب من الحليب أو اللبن، ومعانا لبن بودر، ومعانا رشة ملح ورشة سكر. ودي مكوناتنا، وطبعا زيتون مخلي، والمكونات قدامكم زي ما انتوا شايفين كده. وكمان معانا صلصة البيتزا بتعملوها أول وزي ما انتوا شايفين كده كل مكوناتنا، والطماطم والفلفل واي حاجة عاوزة تضيفيها بديل قطع الفراخ. انا هعملها بيتزا بقطع الفراخ، ممكن تعمليها باللحوم، ممكن تعمليها بجبن بس فقط، ممكن تعمليها بحاجات حلوة اللي انت عاوزاه احطيه. ممكن تحطي فيها لانشون، تحطي فيها لحمة مفرومة، ممكن بالخضروات فقط، اي حاجة عندك في التلاجة عاوزة تعملها. بس انا النهاردة هعملها بقطع الفراخ، وهنشوف معانا المكونات بتاعتنا. وزي ما قلت لكم هي مكوناتها سهلة جدا وموجودة في اي بيت وحلوة جدا وكمان خفيفة. ويلا بينا نبدأ طريقة التحضير. هنجيب كده طاسة على النار زي ما انتوا شايفين كده، ومعانا قطع البصل ومعانا قطع الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنسخن معانا مادة دهنية، تحب تحطي زيت اي مادة دهنية تحبيها. وبعد كده نزلنا قطع البصل زي ما انتوا شايفين كده، وبنقلب كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين. ولما حد البصل كده ما تدبل وتبقى معانا تدبل شوية وتاخد وتدي وتدبل. بعد كده بننزل البهارات بتاعتنا. طبعا البهارات بتاعتنا بهارات البيتزا عبارة عن الملح الفلفل الأسمر، السبع البهارات، كل البهارات الموجودة قدامكم دي، شطة عزام شطشطة، كل البهارات اللي قدامكم دي بنحط منها كزبرة، كمون، فلفل أسمر، ملح، بهارات بيتزا، كل ده بنحطه في قلب المكونات بتاعتنا. تمام. وبنقلب كويس جدا البهارات مع بعض. واهم حاجة بحط الملح اللي انت عاوزاه. طبعا ما انت بتحبي، طبعا ده اختيار ليكي انت على حسب ما بتحبي طريقة الأكل بتاعتك، مالحة أو متوسطة أو عادبة، انت اللي بتختاري كل ده. تمام. وبنقلب كل البهارات في البصل كده وانت وهو لحد ما ياخدوا مع بعض. وبننزل القطع الدجاج بالشكل، طبعا جايبين صدر فرخة وبتقطعيها قطع صغيرة خالص خالص وبتسيبيها وبتقلبي كويس جدا. تمام. بنقلب كله مع بعضه، وبنسيب نقلبهم كويس جدا، وبنسيب قطع الفراخ تستوى مع بعض. وطبعا هي بتنزل المية بتاعتها، واهم حاجة نقلبهم كويس جدا جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنسيبهم بقى لما ياخدوا ونوطي عليهم النار لحد ما الفراخ تستوي مع البصل والبهارات، بتدي ريحة جميلة جدا جدا. شايفين هي كده بقى، هنغطي عليها ونسيبها لحد ما تستوى. وندخل للمرحلة التانية وهي مرحلة ايه، ندخل بقى للمرحلة التانية وهي مرحلة العجن بتاع البيتزا. هنسيبها بقى كده تسوي، ندخل بقى على مرحلة العجن بتاع البيتزا. ويلا بينا كده زي ما انتوا شايفين
ندخل جبنا بقى الدقيق معانا، حطينا اللبن البودر وحطينا رشة ملح ورشة سكر، وهنحط بقى المكونات بتاعتنا الخميرة، يعني دقيق، رشة ملح ورشة سكر ولبن بودر والخميرة وعلبة زبادي زي ما انتوا شايفين كده. نزلنا علبة الزبادي ونص مج حليب زي ما انتوا شايفين كده، سايل طبعا، ويكون عندنا مية دافية مسخنينها كده، مية دافية زي ما انتوا شايفين كده، وهننزل ونعجن العجينة بتاعتنا كده عجين كويس جدا. وزي ما انتوا شايفين هنبدأ بقى نعجن بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، عجينة عادي جدا. لو عندك عجانة عجيني بالعجان، بس انا بنعجن هنا بقى بطريقة البسيطة جدا، عشان لو ما عندكيش عجان بتعجني على ايدك مفيش مشكلة، عادي خالص. يعني مبسطين الموضوع لأي حد عاوز يعمل بيتزا، مش مصعبينها ولا حاجة عليكم. العجين الطبيعي وهنعجنها كويس جدا، وهتشوفوها معانا دلوقتي بندوب العجين بكل المكونات بتاعتنا. ورحنا بقى علشان نشوف الفراخ، قطع الفراخ، الدواجن بتاعتنا، الدجاج بتاعنا يعني انتوا شايفين كده. نزلت كل المية اللي فيها، والمية دي بقى هنسيبها تستوي فيها لحد ما المية دي تنشف تماما. يعني هنسيب القطع الدجاج دي في المية اللي منزلاها لحد ما تشربها. أول ما تشربها هتكون القطع الفراخ، قطع الدجاج استوت. وهنا بقى خلصت العجينة بتاعتنا وهنسيبها ترتاح ونغطيها، وهنسيبها ترتاح معانا تمام زي ما انتوا شايفين كده. وهنا بقى هنسيب القطع الدجاج تستوي وتاخد بقى السي بتاعها، تكون مستوية سي كامل، علشان لما نحطها في البيتزا تكون مستوية سي كامل يعني، لحد ما تشرب المية اللي فيها وتبقى بالشكل ده. هي كده خلاص اتشربت المية اللي فيها وبقت يعني لما عجننا العجينة وخلصناها بقت الفراخ استوت وشربت المية اللي منزلاها اللي فيها، بقت استوت تمام تمام. نطفي عنها بقى ونبدأ جبنا العجينة وقطعناها زي ما انتوا شايفين كده. نعمل البيتزا بتقطعي على حسب المكونات اللي انت عاوزاها. وهنا بقى جبنا صواني البيتزا وفردناها العجينة في الصواني بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وجبنا الصلصة بتاعتنا وهندهن العجينة بالصلصة، طبعا دي صلصة بيتزا. وزي ما انتوا شايفين كده اهينت، بدأنا ندهن عجينة البيتزا وفردنا العجينة في الصينية، صواني البيتزا، وجبنا العجينة فردناها وجبنا الصلصة. طبعا بنحط زيت في أرضية الصينية ونفرد العجينة لحد ما نملى الصينية بيها، ونجيب صلصة ونفردها، ونجيب المكونات بتاعتنا اللي هي القطع من الدجاج اللي احنا عصجناها مع البصل والتوابل، وجبنا قطعة من الفلفل ورشناها كده زي ما انتوا شايفين، وجبنا قطعة من الطماطم وفردناها برضو على القطع من قطع الدجاج والفلفل والطماطم زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، وفردناها كويس جدا وزي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنحط حطينا كل المكونات الخضار بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنحط الزيتون. الزيتون طبعا مخلي جبناه وعملناه. وهنحط بعد كده اخر حاجة وهي الميكس الجبن بتاعتنا، جبن ميكس كده، وبنفردها على الصينية وبيبقى بالشكل الجميل ده. شكلها تحفة جدا وشكلها يفتح النفس وهي لسه طرية. وخلصناها كده وهندخلها الفرن. هندخلها الفرن، بيبقى مولعين الفرن مدة 10 دقايق قبل ما نحط البيتزا، بنولع عليها من فوق ومن تحت. نحطها تحت في الأول لحد ما تاخد يعني كده بنولع الفرن من تحت ومن فوق، ننزلها تحت في قاع الفرن لحد ما الأرضية بتاعتها كده تستوي والعجينة تستوي كويس. نبدأ نحطها في نص الفرن عشان الشواية تاخد تحمرها كده، بتبقى شكلها حلو وجميل ولذيذ وتفتح النفس.
وبقت وتاخد بقى في الفرن لحد ما تستوى والجبن دي كلها وشها يحمر وتبقى بالشكل اللي هتشوفوه معانا. وان شاء الله هتعجبكم جدا وان شاء الله جربوها طعمها تحفة تحفة. وكمان تنفع معاكي في الخروجات، تنفع معاكي لو انت خارجة تعملك صينية بيتزا حلوة جدا. وبعد ما طلعت من الفرن بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين لونها تحفة جدا وشكلها تحفة جدا والجبن ساحت والعجينة مستوية وزي الفل وطعمها وريحتها جميلة جدا. جربوها مش هتندموا بقطع الفراخ حلوة جدا جدا. وبعد بقى ما استوت وبردت هنبدأ بقى نقطعها ونقدمها بشكل جميل ظريف. وممكن تعزمي على لو عندك عزومة على السريع ممكن تعملها وجبة عشاء حلوة جدا. شايفينه بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قولوا لي رأيكم بقى وقولوا لي وكانت جميلة جدا مع شوية شيبسي مع سلطة مع حاجة شوية بيبسي شوية عصير عندك في البيت يعني عشاء أو تاخديها في رحلة كده أو وجبة غدا جميلة جدا أحسن من تشتريها من برا متعرفيش ايه مصدرها تعمليها على ايدك في منتهى الجمال وفي منتهى الطعامة وريحتها كانت قلب الدنيا كلها. وطبعا هتدي لجيرانك وجيرانك بقى يجوا يقولك ايه الحلاوة دي وايه الجمال ده بطريقة وما خدتش معانا اي وقت ولا اي مجهود مكوناتها موجودة في كل بيت. تمام. واللي وصلنا للمرحلة دي ومحطش اللي هي كلها الاشتراك اشتركوا بسرعة بسرعة في قناتنا علشان يوصلكوا كل ما هو جديد وكل ما هو حصري مع سالي. باي باي، إلى اللقاء، مع السلامة.